أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. في وجودك ارتاح بعض الشيء. أخاف عليك من نفسك. ضيعتني نفسي. هذا الذي تقول يا سيدي. اصمت أنت، تكلم أنت، قل ما تريده ولن أمنعك أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين عبادي محرما فلا تظالموا. حدثني عن أي شيء آخر غير الظلم. وما جدوى أن أحدثك بأشياء لا تفعلها. إني على استعداد أن أروي لك عشرات الآلاف من الأحاديث النبوية الشريفة، ولكن هذا سيزيدك عذابا يوم القيامة. ولماذا؟ لأنك إن لم تكن تعلم فستكون قد علمت عند سماعك. إذن فمن الأفضل لك أن تتوب إلى الله أو أن تتركني أصمت. لا تصمت، لا تصمت، فعندما تتحدث ينطفئ اللهيب وتقل الأوجاع. تحدث بما تريد ولن أمنعك أبدا. ألا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا ونبش عن عرض هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. وماذا سيفعل من يذهب بلا صلاة أو زكاة أو صيام أو حج؟ لا أدري بماذا أجيبك. مر رجالي بالعودة إلى أماكنهم الأولى. هذا مرهم بفك الحصار عن الحجاج. ولكن افعل ما أمرتك به وإلا قتلتك. سيدي لو فعلنا ذلك. قلت لك افعل ما أمرتك به. أمرك يا سيدي. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فقد أمرتكم من قبل بألا تقرأوا كتاب الجامع الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري، واليوم أطلب منكم أن تقرؤوه وتحفظوه. ووالله ما جعلني أعادي البخاري إلا هوى النفس، وإني أعترف بذلك. لقد أنسيت ما رواه أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ماذا حدث لك يا سيدي؟ أدخلني غرفتي يا عمر. والدرس؟ إن حفظ أحدكم البخاري فسيصبح من العلماء،
مسلم في فك أسركم، نجح مسلم في فك أسركم. أبشروا أيها الناس، أبشروا أيها الرجال. الله أكبر. الحمد لله. قلت لي ما اسمه؟ يقولون إن اسمه مسلم بن الحجاج، وإن موطنه نيسابور. نعم نعم، سمعت عنه، سمعت عن تقواه، عن ورعه. سمعت أن الإمام البخاري شهد له وشهد لعلمه. مولاي الخليفة، لابد وأن تعطيه مكافأة مرضية. أنا سوف أدعوه ليقيم معنا هنا في بغداد، وسوف ألقبه إمام المسلمين. أما عن المكافأة فرغم فقر البلاد لكني سأدبرها له. لماذا تنظر إلي هكذا؟ لماذا تنظر إلي هكذا؟ أنا لا أصدق ما فعلته. ولا أنا. نعم، أنا لا أصدق ما فعلته. إن كلمات الرجل الصالح كانت كالسحر، بل هي أشد منه. صبوا الماء على رأسي، صبوا الماء على رأسي. مرحبا، من أين جاءتك هذه الأخبار الطيبة؟ لقد عاد الحجاج وأخبروني بما رأوه وبما كان من أمر أمير المؤمنين. أهو الآن في بغداد؟ نعم. أريد يا عمر، أريد أن نكفر عن أخطائنا ونذهب إليه ونخبره بأن نيسابور وأهلها ينتظرون عودته، وبأنني أريد أن أصلي خلف إمام المسلمين. سأذهب إلى بغداد إن شاء الله. هذه جائزتي؟ نعم. أرجو من أمير المؤمنين أن يعفيني من قبولها. لماذا؟ إن أمير المؤمنين على استعداد لمضاعفتها. أنا لا أفكر في هذا. فيما تفكر إذن؟ في الأطفال الجائعين واليتامى الذين يبيتون في العراء يفترشون الأرض ويتظللون بالسماء، في أولئك الذين لا يجدون كسرة خبز أو ثيابا تداري عوراتهم. إنني يا أمير المؤمنين أتنازل عن هذه الجائزة لهؤلاء جميعا. والله لم أرى مثلك قط يا مسلم. والآن
فليأذن لي أمير المؤمنين بالسفر إلى مصر. لماذا؟ ألم تبقى معنا؟ أمامي مهمة شاقة، أرجو الله عز وجل أن يوفقني فيها. إنه حسبما أخبرني ينوي جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بنفس طريقة البخاري. هي مهمة شاقة جدا. لقد بلغني أن البخاري جمع صحيحه في 16 عاما. نعم هذا صحيح. لقد وصلتني نسخة من صحيح البخاري، وكنت أرجو أن تراجعها لي قبل مغادرتك بغداد. إني أحفظ جميع الأحاديث التي أوردها البخاري في صحيحه. مؤكد أنك تحفظ متن الحديث فقط، أما الإسناد فهو أمر صعب الحفظ لتداخل الأسماء واختلافها. إنني والحمد لله أحفظ الأحاديث والأسانيد. إذن أنت تحفظ الكتاب من أول كلمة فيه لآخر كلمة فيه؟ بفضل الله نعم. والله لقد وهبك الله للمسلمين في هذا الزمان. ومن أنا لكي تصفني بأنني هبة من الله للمسلمين؟ أين أنا من البخاري؟ إنك تشبهه كثيرا. إنني لا أعد قطرة في مداد قلم البخاري. هذا هو تواضع العلماء. نيران نيران، النيران لا يطفئها الماء، النيران لا يطفئها الماء. لا شفاء لهذا المرض يا ولد. أطفئوا النيران التي تخرج مني، أطفئوا النيران التي تخرج مني. صبوا الماء فوقي، صبوا الماء فوقي. لابد من إحضار طبيب. حدثنا قتادة عن سعيد بن جبير قال أخبرنا. انتظر لحظة يا شيخ، لقد قلت إن قتادة قد حدثك. نعم. ولماذا لم تقل إنه أخبرك؟ لا أظن أن فرقا كبيرا بين حدثنا وأخبرنا. لا يا شيخ أحمد، حدثنا لما سمعته من لفظ الراوي مباشرة، وأخبرنا لما قرئ عليك. إذن فقد حدثنا قتادة عن سعيد بن جبير. وهل قابلت قتادة؟ نعم قابلته ودرست الحديث على يديه. من كان معك واستمع لنفس الحديث الذي تنوي أن تخبرني به؟ عبد الله بن موسى وسعيد بن المعتصم. كلاهما من مصر أليس كذلك؟ بلى. إذن فلنترك هذا الحديث. لماذا؟ إنه حديث صحيح وغير قابل للشك وإسناده صحيح. معذرة يا شيخ أحمد بن عبد الرحمن، إنني على يقين من أن البخاري قد ترك آلاف الأحاديث الصحيحة، وبأنني سأترك مثله آلاف الأحاديث الصحيحة، لا لشيء إلا لعدم توافر الشروط التي حددناها لجمع الحديث. فلو أنك قلت لي إن هناك من استمع لهذا الحديث في بلد آخر
وليكن مثلا اليمن، ووافق متن الحديث الذي ستخبرني به نفس المتن الذي سيخبرني به الرجل اليمني، عندئذ سأخذ الحديث. أما كونك ومن استمع لهذا الحديث من بلد واحد فهذا قد يخلق بعض الشك والريبة. يا مسلم، يا بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، ما شاء الله، إنك يا مسلم تتمتع بذاكرة نادرة. فأبو هريرة رضي الله عنه هو أيضا قد روى الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمغيرة رواه أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لقد احتج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على جواز كتابة الأحاديث النبوية الشريفة، وكان في مقدمة هؤلاء عبد الله بن عمرو ابن العاص الذي جمع بعض الأحاديث في كتاب أسماه الصحيفة. أنا لا أدري أين هو الآن، في مصر أو في الشام أو في الحجاز أو في اليمن، لا أدري. لقد تأخرت يا عمر، وتأخر الزهلي أيضا. على كل حال لقد وعدني مسلم بأن يزورني عندما يجيء إلى بغداد، وعندئذ سأخبره بما أخبرتني به. كيف حالك يا سيدي؟ سيدي. والمراد بالمراقبة هو أن يأخذ المسلم نفسه بمراقبة الله تبارك وتعالى، فيلزمها إياها في كل لحظة من لحظات حياته، حتى يتم لها اليقين بأن الله عز وجل مطلع عليها، عالم بأسرارها، رقيب على أعمالها، قائم عليها. وبذلك تصبح مستغرقة بملاحظة جلال الله وكماله، شاعرة بالأنس في ذكره، واجدة الراحة في طاعته. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا إمام، إنك تحدثنا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتخبرنا بما لا نعرفه من أمور ديننا، ونحن نستأثر بعلمك الغزير. ورأيي أن تذهب إلى من هم في حاجة إليك أكثر منا. تأدب يا هذا، فنحن في حاجة لعلم الإمام. أرأيتم كيف أترك مجلسي وآتي إليه لأتعلم منه؟ يا شيخ أحمد، إنني أقصد هؤلاء الذين يعبدون الأوثان ويعيشون بيننا. أجننت؟ أهناك من يعبد الأصنام ويعيش بيننا؟ نعم يا سيدي. أخبرنا أكرمك الله بهذا الأمر. إنني أعمل في تجارة الأغنام، وأذهب إلى بلاد النوبة والسودان، وهناك وجدت قوما يعبدون الأصنام. ولماذا لم تدعوهم إلى الإسلام؟ بمجرد اقترابي منهم ظنوا أنني ساحر وطردوني.
يشرب كل شاب منكم تلك الدماء الطاهرة حتى لا يصيبه سحر الذين يأتون إلينا من الشمال. هيا! أيها الإله الأعظم، يا إله آبائنا وأجدادنا، احمنا من هؤلاء الذين يأتون إلينا. اشربوا اشربوا. هيا السلام على من اتبع الهدى. إن كنت تاجرا فالطريق أمامك، فنحن لا نعترض طريق أحد. أعرف ذلك. لماذا تقف عندنا إذن؟ أليس الكرم من شيمتكم؟ بلى، ولكننا نخاف السحر. أنا لست ساحرا، وديننا ينهانا عن السحر. أي دين تقصد؟ إني أعبد الله الواحد الأحد. دينك هو دين الله؟ دين الإسلام هو دين الله. الإسلام؟ معظم الذين يمرون هنا من المسلمين. قل لي، ما الإسلام؟ قبل أن أحدثك في أي شيء أرجو أن تصطحبني معك لدارك، فأنا جوعان. هيا معي، اتبعني. ولماذا لم تسافر إلى مصر؟ أمير المؤمنين لا يعرف مكانه. ألم يخبرك التجار بأنه في مصر؟ أخبروني يا شيخنا، ولكن ماذا يا عمر؟ يا شيخنا الفاضل، إني أخاف أن أسافر إلى مصر فأجده قد تركها وسافر إلى بلد آخر. أريده أن يعود إلى نيسابور في حياته. سيحدث ذلك إن شاء الله. لم يعد في العمر بقية يا عمر، لم يعد في العمر بقية. عندي فكرة يا شيخنا. هاتها يا ولدي. نرسل لجميع الولاة في كل الأمصار بأنك تريد عودة مسلم إلى نيسابور. فكرة صائبة، لكن هل تظن أن مسلما سيعود؟ ربما. أريد أن أعتذر له أمام الجميع، وأن أعيد له حقه الضائع. لماذا لا تأكل يا هذا؟ ألم تقل إنك جائع؟ إن ديني
يمنعني أن آكل ما أهل لغير الله وما ذبح على الأنصاب. وما الإسلام يا هذا؟ لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: الإسلام هو أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. أخلق إلهكم السماء والأرض؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أي حديث هذا الذي قلت؟ إنه القرآن كتاب الله. وما الله؟ إنه عز وجل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، لا إله إلا هو ولا رب غيره. إنه جل وعلا موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقصان. أله تمثال تسجدون له؟ الله يرانا ولا نراه. وماذا عن إله آبائنا؟ أهو من الخشب أم من الحجارة؟ ألم تره؟ لم أنتبه إن كان من الخشب أم من الحجارة. بل من الحجارة. حجارة صماء لا تضر ولا تنفع. هل علمت بقصة نبي الله إبراهيم؟ لا. إذن سأخبرك بها. قل وكلي آذان مصغية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قولوا جميعا ورائي: نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله. رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نبيا ورسولا. الحمد لله، الحمد لله. هيا هيا يا إخواني، فلنتوضأ ولنصلي جميعا. هيا هيا، فتح الله عليكم. هيا هيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها الإخوة، فلنكمل حديثنا.
وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء. لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد اختلط الحديث في رأس أحمد بن عبد الرحمن. لماذا يا ولدي؟ إنه حديث صحيح وقد أورده البخاري في صحيحه. نعم هو صحيح، ولكن أبا هريرة هو راويه. أستغفر الله أستغفر الله، حقا يا ولدي لقد أصبت. أيها الإخوة، لقد أخطأت وقد أصاب زميلكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كان بودي أن تبقى معنا. أعدك بالعودة إن شاء الله. إن شاء الله. إن 30,000 نفس دخلوا في الإسلام على يديك، يدعون الله أن يوفقك فيما تسير إليه. بارك الله فيكم وثبتكم على الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. من قال إنك جننت؟ لا تأخذ عني الحديث يا مسلم، فلقد اختلط علي الأمر وبدا النسيان يطاردني. نسيان المتن أم نسيان الإسناد؟ لا، إنني أصبحت على غير يقين مما أنطق، فدعني وشأني ولا تسألني بعد اليوم عن أي حديث أذكره. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه، إنها أمانة يا مسلم، وأخاف أن تكون يوم القيامة ندامة، فابتعد عني. لقد أبلغوني بما حدث وأخبروني بأنك قد ذكرت أنسا رضي الله عنه في حديث لأبي هريرة، والجميع يشهد بأنك لم تخطئ من قبل ولا من بعد. ليس هناك بعد، خطأ واحد بالنسبة لي، يعني اعتزال العلم. سأبقى في داري أستغفر الله وأدعوه أن يغفر لي يوم القيامة. هذا هو حال المؤمن العالم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني لا أشك في أن هذا مسلم بن الحجاج. نعم إنه هو. يا أهل بغداد، يا أهل بغداد، البشرى يا أهل بغداد، البشرى، قد جاءكم مسلم بن الحجاج. يا أهل بغداد، يا أهل بغداد، البشرى، قد جاءكم مسلم بن الحجاج. مرحبا 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 بإمام المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله على كل حال. هل انتهيت مما بدأت فيه؟ ليس بعد. إذا أخبرنا بما وصلت إليه. لقد استمعت إلى 600 راو غير ما استمع إليه البخاري، وفكرت في تقسيم كتابي إلى كتب. وسوف تقوم بتقسيم الكتاب إلى أبواب مثلما فعل البخاري؟ لا يا أمير المؤمنين، فالبخاري كان يذهب إلى آراء فقهية من خلال ترتيبه، أما أنا فمقصدي جمع الحديث فقط، وليس استنباط الأحكام الفقهية من خلال ترتيب الأحاديث. إذن فسوف تسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحد. نعم. فكرة رائعة تفيد كل من يريد أن يحفظ الحديث. أسأل الله عز وجل أن ينتفع بها الجميع. مولاي، إنك لم تخبره بأمر الذهلي. أحدث له مكروه؟ أيحزنك هذا يا مسلم؟ إنه معلمي. هو يدعوك للعودة إلى نيسابور. نيسابور؟ كم أتوق إلى العودة إليها؟ عد يا مسلم، عد، فهو يريد أن يراك قبل أن... أهو مريض؟ بلغني ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ترى هل سيأتي قبل أن أرحل عن الدنيا؟ لا تفكر في هذا الأمر الآن يا سيدي. فيما أفكر إذن؟ لا تفتح الباب، إنهم يريدون زيارتي وأنا غير قادر على التحديق في وجوههم. إنهم تلاميذك يا إمام. أخبرهم بأني أريد الراحة اليوم. أمرك يا إمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمعقول هذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أخي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يخيل إلي أني سمعت هذا الصوت من قبل. أدن مني لأحدق فيك وأعرفك. إنه أنا مسلم يا إمام. مسلم؟ لست أنا الإمام، إنما أنت الإمام يا ولدي.
عزائم لا تلين وإنها تشتد عزما لو أتاها المستحيل. شقوا بسيف الحق أكباب الضلال ليسود نور العدل بين العالمين. بيد حديد أو قلوب لا تنام، بعين طفل لو رأت دمعا تلين. أصحاب علم أو دعاة للسلام كانوا كتابا نهجه دنيا ودين. كانوا رجالا كالجبال وكلما هبت رياح الظلم يوما لا تميل. فلهم عزائم لا تلين وإنها تشتد عزما لو أتاها المستحيل. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم.